جربت تاكل حتة كيكة عمرها 106 سنة؟ طب تدفع كام وتاكل قطعة كيكة مصنوعة في الفضاء؟ تعرف ان في بعض الثقافات العريس بيكسر التورتة على راس عروسته يوم الفرح؟ الكيكة كانت السبب في انهاء حياة احد الملوك وقطع رأسه في يوم من الايام. كمل معانا الفيديو ده عشان تعرف حقائق ومعلومات غريبة قوي عن الكيكة. بس قبل ما نبدأ ادعمنا بالاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. الكيك هو سفير السعادة في كل لغات العالم. في أي عيد ميلاد أو حفلة زفاف أو حتى من غير مناسبة هتحب تشرب كوباية الشاي مع قطعة كيك لذيذة. ومن أغرب الحقائق عن الكيك إن تم العثور على كعكة زفاف محفوظة في القطب الجنوبي بتعود لأوائل القرن العشرين. عثر الباحثون على كعكة فواكه مجمدة في القارة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا، وبيظنوا أن عمرها 106 سنة، وبيعتقدوا أن الكعكة دي بتخص الرحالة البريطاني السابق روبرت فالكون سكوت، وكان يعرف باسم سكوت أنتاركتيكا. وبالرغم أن العبوة المعدنية اللي كانت الكعكة محفوظة فيها كانت صادقة، إلا أن الكعكة نفسها لم تفسد وبدت قابلة للأكل، وده طبقا لموقع BBC نيوز. من أغرب المعلومات برضو إن تم صنع أول كعكة في الفضاء عام 1961 بواسطة رائد الفضاء السوفيتي يوري جاجارين. من أغرب الحقائق إن في بعض الثقافات بيعملوا كيكة بالعملات المعدنية، بيعتقدوا إن وضع عملات معدنية داخل الكعكة ومن يجدها يحالفه الحظ السعيد. وفي بعض الثقافات بيتم كسر الكعكة على رأس العروس يوم الزفاف، رمز برضو للحظ السعيد. وفي ثقافات تانية بيتم إخفاء خاتم في الكعكة ومن تجده العزباء المحظوظة تتزوج قريبا. الكيك ليه في كل بلد قصة وليه نكهة مختلفة ومئات الوصفات المميزة جدا، لكن الألمان هم اللي أطلقوا كلمة تورتة على الكيك وخصصوا صنعها ليوم عيد الميلاد منذ العصور الوسطى. أما الشعب الفرنسي أطلقوا كلمة جاتو على الكيك. وزي ما الجاتو كان مسبب للسعادة، إلا إنه أشيع إنه كان السبب في إنهاء حياة ملكة فرنسا ماري أنطوانيت، اللي استفزت شعبها بمقولة شهيرة نسبت ليها دون دليل لما قالت: إذا لم يكن هناك خبز لماذا لا تعطونهم كعكا؟ وتقصد به الجاتو. وفي الوقت ده كانت فرنسا بتمر بفترة شديدة الفقر جدا والضعف، فأثارت استفزاز الشعب وحكم عليها بقطع رأسها ورأس زوجها في أحداث الثورة الفرنسية. ودي أغرب أشكال الكيك على الإطلاق. بيتنافس أشهر الشيفات حول العالم في إبداع الكيك شكلا وحجما. عملوا منه أشكال غريبة جدا وكمان أحجام ضخمة. في كيكة بحجم مبنى تم صنعها من عدة طوابق في إحدى المناسبات الخاصة. في كعكات ضخمة جدا بتوصل لوزن طفل صغير، وعملوا كمان تورت على شكل مجسمات حيوانات ضخمة زي تماسيح أو بقرة. ودي كيكات أطلقوا عليها كيكات الواقع الافتراضي، في منها المثير للإشمئزاز جدا واللي صعب إنك تفكر حتى تاكلها، انت بس تتصور معاها. وبيتنافسوا الطهاة المحترفين بأشكال غريبة وغير متوقعة، كيكة مصنوعة للتصوير مش للأكل. ونحت الكيك بيعتبر من مدرسة الواقعية الساخرة في الرسم، فهي مش مجرد كيك كده وخلاص، لا دي أعمال فنية صعبة ودقيقة جدا في تنفيذها وبتركيب معقد، بتحتاج صبر ومهارة رهيبة. أنا بصراحة ما بحبش النوع ده من التورت، بس هي أذواق. واكتبولي برضو رأيكم في التعليقات عن إيه أكتر شكل صدمكم فعلا. ولو هنرجع لتاريخ صناعة الكيك وأصل التسمية، بترجع أصل التسمية لكلمة كاكاو عند النرويج قديما، وبعد كده تم تحريف الكلمة لكلمة كيك. أما كلمة كيك في المعاجم الإنجليزية بتعود بينا إلى القرن ال13. كان ساعتها الكيك ده أكلة شعبية مشبعة ورخيصة الثمن جدا، وبيعيش عليها ملايين الأمريكيين شديد الفقر، ومع الوقت تطورت لأشكالها الحالية. وصنع أول شكل للحلوى والقريب من الكيك في اليونان القديمة ومصر، ومع الوقت اتطور شكلها لتصبح الحلوى الشرقية الشهيرة البقلاوة، وهي أول كيكة عرفها التاريخ. بعد كده جه الرومان وقدموا شكل آخر للكيك مغطاه بالكريمة، وقدموها كقربان للآلهة في المعابد. ومن بعدها تم ربط الكيك بمفهوم الاحتفال. وبكده يبقى قلنا أغرب المعلومات والحقائق عن الكيك. أتمنى تكون عجبتكم حلقة النهاردة، واستنونا في فيديو جديد، ودمتم في أمان الله. مع السلامة.